في كتير من الكتب اللي بيكون حواليها هالة من الغموض، وبيكون حواليها إشاعات كتير إنها ممكن تبقى من صنع كائنات غير البشر، وإن محتواها عبارة عن سحر أو طلاسم، أو إن الكتاب ممكن يبقى ملعون بسبب إن اللي عمله كائن غير بشري، أو حتى بسبب المعلومات المرعبة اللي جواه، زي مثلا كتاب مخطوطة جيجاس اللي اتكلمنا عنه قبل كده هنا في القناة. لكن ده مش الكتاب الوحيد اللي حواليه هالة من الغموض والرعب بسبب المحتوى بتاعه، وإنه بيحتوي على السحر أو حتى ذكر لبعض المعلومات الخارقة عن الطبيعة. لكن في كتب كتير بتتناول الموضوع ده، ولكن مش كلها بيكون ذو أهمية، وكتير منها ممكن يكون أصلا عبارة عن كذب أو من وحي خيال المؤلف. لكن نادرا لما تلاقي كتاب من كتر ما الحاجات اللي جواه مرعبة تتمنى إن الكتاب ده يبقى مش حقيقة ومجرد أسطورة. ومن الكتب دي الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهو كتاب العزيف، واللي اتعرف باسم كتاب الشياطين أو الكتاب الأسود. الكتاب المكون من 999 صفحة، واللي بيتكلم عن السحر والمخلوقات اللي كانت بتسكن الأرض قبل البشر، وفي تعاويذ من السحر الأسود قادرة إنها تستدعي أي كيانات غريبة ومرعبة من عوالم أخرى، وكمان تعاويذ قادرة على التواصل مع الموتى. ولأنه بيقولك إن الكتاب بيبان من عنوانه، فكتاب العزيف أول ما تمسكه هتعرف إنه مختلف عن أي حاجة مسكتها قبل كده، وهقولك ليه. لأن في الحقيقة الكتاب ده الغلاف بتاعه معمول من جلود الموتى، والكتاب ده مفيش حد قراه إلا وأكد إنه مش كتاب طبيعي، وإنه أكيد الكلام اللي جواه ده حقيقي. وده كمان غير الطريقة اللي مات بيها مؤلف الكتاب ده على إيد واحد من المخلوقات اللي كتب عنها في الكتاب. ممكن تقول عليا بهول الموضوع، لكن الموضوع حقيقي، وكان في شهود كمان على عملية القتل دي، ووقتها كمان ما كانوش مصدقين نفسهم. وده لأنهم زي وزيك ما كانوش مصدقين الكلام اللي مكتوب جوه الكتاب ده، وخصوصا لما تعرف مين اللي كاتب الكلام ده هتقول إن فعلا ليهم حق إن محدش فيهم يصدق الكلام اللي جواه. فيلا بينا من غير تشويق أكتر من كده، خلينا نبتدي فيديو النهاردة ونعرف كل المعلومات الممكنة عن الكتاب المرعب ده، كتاب العزيف. قصتنا بتبتدي مع واحد من العرب اسمه عبد الله الحزرد، واللي المفروض انه كان شاعر من سكان مدينة صنعاء. لكن عبد الله ما كانش زي اي شاعر، لانه كان مجنون حرفيا، ومن الاخر كده عقله رايح منه، وكان معروف انه بيسكر كتير، فده كان مؤثر على صحته العقلية. لكن برضه عبد الله ما كانش زي اي حد، لانه كان مهتم بحاجات غريبة جدا، زي ايه هي المخلوقات اللي كانت ساكنة على الارض قبل البشر. وطبعا كلنا عارفين ان كان في مخلوقات عايشة على الارض قبل وجود البشر، وده شيء كلنا متأكدين منه، ولكن عارفين برضه انهم خلاص كانوا في زمن فات ومش موجودين دلوقتي. لكن عبد الله ما كانش عاجبه الكلام ده، وكان شايف ان المخلوقات دي ممكن يكون حصل لهم إبادة، ولكن في جزء منهم لسه عايش وموجود بشكل ما. طيب الجزء الصغير ده فين بقى؟ فعلى حسب كلامه هم بيسكنوا الأماكن الأثرية القديمة اللي مفيش فيها بشر عايشين، زي الأهرامات وغيرها من الأماكن الأثرية، وبرضه ساكنين الصحراء بما إن البشر مش بتقعد في الصحراء كتير. وعبد الله بقى كان من كتر ما الأفكار دي في دماغه هو كان عنده هوس بيها، وقرر إنه يعمل رحلة كاملة استغرقت منه سنين طويلة عشان يبحث ورا المخلوقات دي، وعشان يتأكد هل هي حقيقية ولا لأ، ولو حقيقية فهو عايز يتعامل معاها كمان. وفعلا استعد عبد الله وابتدى في رحلته، وراح الأول لمدينة بابل في العراق، وراح للمناطق الأثرية اللي لسه موجودة لحد دلوقتي، وبعد كده رايح للآثار المصرية القديمة زي الأهرامات والمعابد الفرعونية وغيره. وبعد كده فضل سنين طويلة في صحراء الربع الخالي بيبحث عن المخلوقات الغريبة والخارجة عن الطبيعة، عشان بعد ما يخلص رحلته الطويلة دي أخيرا يعمل الكتاب الخاص بيه، اللي يعتبر واحد من أكتر الكتب المرعبة في التاريخ، وهو كتاب العزيف، واللي بيتكلم فيه عبد الله عن رحلته وعن المخلوقات اللي هو شافها كلها وتعامل معاها. ومش كده وبس، ده بيتكلم كمان عن التعويذ اللي اتعلمها من بعض المخلوقات دي، واللي كانت قادرة على إحياء الموتى، فقدر يتكلم مع الموتى دول، ويعرف كمان مخلوقات انقرضت وملهاش وجود في الوقت الحالي ولا حتى بأعداد قليلة. ده غير إنه قدر يشوف معلومات من أزمنة فاتت، زي مثلا كائن الكثولو، وده المفروض إنه كائن مرعب جاي من عالم آخر، واتعمل عنه قصص كتير قوي بعد كده. والكتاب كان فيه كمية معلومات مرعبة، وكان فيه رسومات كتير قوي للمخلوقات اللي عبد الله اتكلم عنها طول الكتاب. ومن كتر ما الرسومات دي كانت متقنة ومرسومة بالتفصيل، فاللي يشوفها يعتقد ان المخلوقات دي حقيقية فعلا، وما يشكش ولو حتى 1% ان الكلام ده ممكن يكون من وحي خيال عبد الله. ومع ان ناس كتير ما كانتش مصدقة عبد الله بسبب سمعته اللي اكتسبها قبل كده عن انه دماغه مش فيه او مش في كامل قواه العقلية، ولكن في ناس ابتدت تصدق في الكتاب ده. المهم ان الكتاب ده عبد الله عمله في الفترة بين سنة 655 وسنة 738 ميلادية، لان دي فترة حياته.
وفي الحقيقة فالكتاب ده كان عبارة عن كتاب تاريخ وبيتكلم عن الحضارات والكائنات القديمة واللي سكنت الأرض قبل الإنسان، وإن المعرفة البشرية اتنقلت للبشر من أجناس بتعيش برا الأرض. وبيقال إن الكائنات القديمة عاشت ما وراء العالم، وإنها كانت عايزة تتصل بالأرض بأي طريقة ممكنة، وإنهم قدروا فعلا يتقمصوا شكل وجسم الإنسان ويعيشوا بين البشر ويتجوزوا ويتكاثروا كمان، وده عشان نسلهم في الأرض يكبر. والكتاب وقتها عمل دوشة كبيرة قوي، لكنه اتنسى مع الوقت لحد سنة 950 ميلادية، وتم ترجمة الكتاب ده للغة الإغريقية وبقى اسم الكتاب نيكرونوميكون، وده بقى الاسم المشهور بيه الكتاب في الدول الغير عربية إلى يومنا هذا. ولكن بعد ترجمة الكتاب النسخة المترجمة منه تم حرقها بأمر من البطريرك مايكل الأول في سنة 1050، وده بسبب كمية المشاكل المرعبة اللي عملتها النسخة دي، وإن أي حد كان بيستخدمه أو بيقرب منه كان دايما بيواجه مشاكل ممكن توصل بيه للموت. ولكن الموضوع موقفش عند كده، والكتاب الأصلي تم ترجمته مرة كمان، لكن المرة دي للغة اللاتينية أيام ما كان لسه في ناس بتتكلم بيها، والكلام ده كان سنة 1228. لكن في الوقت ده جريجوري التاسع، واللي كان واحد من أهم أحبار اليهود، قرر منع النسخة دي هي كمان وأي نسخة متعلقة بالكتاب ده، وحرق كل النسخ اللي كانت موجودة من الكتاب عشان يضمن إن الكتاب الشرير ده ما يوصلش لحد تاني ويعمل مشاكل. ولكن في الحقيقة جريجوري فلتت منه نسخة واحدة بس، والنسخة دي فضلت موجودة وما اتحرقتش، وفضلت تتنقل من مكان للتاني لحد ما وصلت لمكتبة الفاتيكان. وبعد ما وصلت للمكتبة دي وقعت في ايد واحد من السحرة، وكان ساحر انجليزي اسمه جون دي. وبعد ما الكتاب وقع في ايد جون قرر انه يترجمه هو والمساعد بتاعه للغة الانجليزية، وفي الوقت ده لما نجح في ترجمته حاول انه ينشره، وحاول يستعين باي دار نشر، فالكل رفض بسبب المحتوى بتاع الكتاب المرعب، وانه ممكن يعمل مشاكل كتير هم في غنى عنها، اللي هو طب وليه وجع الدماغ؟ مش الكتاب ده يعني اللي هيخلينا اغنياء؟ وفعلا الكتاب ده ما اتعملش منه غير النسخة اللي اتكتبت على ايد جون والمساعد بتاعه، وفضلت النسخة دي بتتنقل من مكان للتاني لحد ما وقعت في النهاية في ايد واحد من اخطر السحرة في العصر الحديث، وهو أليستر كراولي، واللي ذكرناه قبل كده في فيديو سابق في القناة، وهنعمل عنه فيديو قريب جدا لانه واحد من اخطر السحرة ومحتاج حلقة لوحده بالتفصيل، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان أليستر بقى كان مجنون حرفيا بالكتاب ده، وشايف ان كل اللي فيه حقيقي وصدق، وعشان كده قرر انه يعمل نفس الرحلة بتاعت عبد الله من تاني، وده عشان يشوف كل المخلوقات اللي هو شافها وكتب عنها في كتاب العزيف. وفعلا بدأ أليستر يعمل رحلات كتير لأماكن كتير من ضمنها مصر. المهم بعد كده أليستر اتجوز وحكى لمراته عن كل الكلام ده، لكن في النهاية هي سابته، بس كانت عارفة المعلومات دي كلها، لحد ما بعد كده بتروح وبتتعرف على شخص تاني مهم جدا، وهو لافكرافت، واللي ما يعرفوش فهو واحد من أهم كاتبين روايات الرعب. ولافكرافت لما اتعرف على مرات أليستر حكت له عن كل حاجة هي تعرفها عن طريق أليستر، وعن الكتاب اللي اسمه العزيف والمخلوقات اللي جواه والتعويذ. لافكرافت بقى عنده شغف كبير جدا ناحية الكتاب ده وناحية الكلام اللي مكتوب جواه، وكان عايز ياخد الكتاب ده أو على الأقل يعمل منه نسخة، لكنه للأسف موصلش لحاجة في الآخر، وأقصى حاجة قدر إنه يعملها إنه يكتب بس ويدون المعلومات اللي عرفها من مرات أليستر. والمعلومات اللي عرفها دي بقى استخدمها في كل الروايات اللي عملها بعد كده، زي مثلا رواية نداء الكاثولو، وأيوة هو ده الكائن اللي شافه عبد الله واتكلم عنه في كتابه، وغيرها من الروايات المختلفة اللي كانت بتتكلم عن المخلوقات المرعبة دي، واللي أحيانا كان عبد الله الحضرت بنفسه بيطلع فيها كبطل. المهم ان الروايات والقصص بتاعة لافكرافت دي عملت صيت كبير قوي، بسبب ان الكلام ده كان اول مرة حد يسمعه في الغرب، فكان بالنسبة لهم مثير جدا للاهتمام، وفعلا رواياته بقت من اشهر روايات الرعب لحد دلوقتي. وكتاب العزيف بقى مشهور بسبب لافكرافت، والموضوع وصل لدرجة ان بعض الكتاب التانيين عملوا كتب تانية مستوحاة من كتاب العزيف، ولكن كل واحد بيحط التاتش بتاعه. ومات لافكرافت بدري وفي سن صغير بسبب سرطان الأمعاء، لكن ما ماتتش القصص بتاعته ولا كتاب العزيف، واللي فضل منتشر لفترة طويلة جدا، واللي من الواضح فعلا ان اي حد بيبقى ليه علاقة بكتاب العزيف بيصيبه كوارث كتير. يعني مثلا زي ما قلنا فعبد الله نفسه مات على ايد واحد من المخلوقات الغريبة اللي كتبها في الكتاب بتاعه، والكلام ده بشهادة المؤرخ الشهير ابن خلكان، واللي قال انه شاف الحادثة دي بعينيه. ولكن في الحقيقة بقى أنا عايزة أقول لكم على حاجة صادمة أكتر عن الكتاب ده، واللي ممكن تكون ما تعرفهاش، إن في الحقيقة مفيش حاجة اسمها كتاب العزيف. هتقولي إزاي؟ أمال إيه القصص دي والشخصيات دي كلها؟
في الحقيقة وحسب واحدة من الرسائل اللي كانت مبعوثة من لافكرافت بنفسه لواحد من المنتجين صحابه لما كانوا بيتكلموا عن القصص بتاعته، فكتاب العزيف هو كتاب غير حقيقي، وإن القصة دي كلها من محض خيال لافكرافت نفسه، واللي على كلامه استلهمها من بعض الكتب الأخرى زي مثلا كتاب ألف ليلة وليلة، واللي كان مبهور بيه بالحضارة العربية، عشان كده خلى عبد الله الحضرت ده يبقى واحد من أهم أبطاله، وهو اللي عمل كتاب العزيف اللي هيكون أساس كل قصص لافكرافت تقريبا. لكن في ناس كتير ما كانتش مصدقة الموضوع ده، وقالوا أكيد الكتاب ده حقيقي. أصل إزاي كتاب زي ده مش حقيقي؟ طب وحوار الرحلات اللي اتكلم عنها لافكرافت بتاعت عبد الله لمصر وغيرها من الدول، واللي حسب كلام المشككين في الموضوع بيقولوا إن أكيد القصة دي حقيقية أو ليها جزء على الأقل حقيقي، لأن لافكرافت لما اتكلم عن رحلات عبد الله اتكلم عنها بالتفصيل الممل، وهو عمره ما راح البلدان دي عشان يعرف كمية التفاصيل اللي قالها دي. وكمان في الوقت اللي كان عايش فيه لافكرافت ما كانش فيه التطور التكنولوجي الكافي عشان يعرف المعلومات الكتير قوي دي عن مكان هو ما راحوش قبل كده. واللي زود الكلام عن الكتاب ده اكتر لما الناس ابتدت تبحث وراه، وان مثلا رجال الدين اليهودي ما اتكلموش عليه اصلا، ولا مثلا حرموه او حاجه. ونفس الكلام في الدين الاسلامي، مع ان الشيوخ حرموا تقريبا كل كتب السحر المشهوره زي شمس المعارف وغيرها من الكتب، لان زي ما هو معروف فالسحر محرم في كل الاديان السماويه. لكن الغريب ان مفيش اي حد اتكلم عن الكتاب ده من بعيد ولا من قريب، وحتى مفيش وثائق ملموسه بتقول ان الكنيسه حرمت الكتاب ده، مع ان حسب قصه لافكرافت فالكتاب ده اتحرق اكتر من مره على ايد رجال من الكنيسه، وانه كان بالفعل موجود في مكتبه الفاتيكان. وغير كده كمان مش المفروض ان الكتاب ده عربي واتعمل على ايد عبد الله في الاول قبل طبعا ما يتم ترجمته لاكتر من لغه؟ ففي الحقيقه محدش لقى اي نسخه من الكتاب ده بالعربي. طب ازاي والمفروض ان الكتاب ده في الاصل عربي؟ لان ببساطه الكتاب ده ما كانش موجود فعلا، وانه من مجرد خيال المؤلف. لكن برضو حتى بعد كل ده في بعض الناس بتقول لأ، في نسخة موجودة في مكتبة الفاتيكان السرية، وإنها مش بتطلع خالص ولكنها موجودة، لكن لحد دلوقتي محدش عارف حقيقة الكتاب ده. وبس كده، دي باختصار قصة كتاب العزيف. فانت ايه رأيك بقى؟ هل الكتاب ده موجود في الحقيقة وفعلا القصة دي حقيقية، او على الأقل في جزء منها حقيقي وكان في كتاب سحر مرعب بيتكلم عن المخلوقات اللي كانت عايشة قبل البشر وفي تعاويذ كمان من السحر الأسود، ولا الكلام ده كله مجرد قصص خيالية من وحي خيال لافكرافت؟ أحب أعرف رأيكم في التعليقات. وبس كده، لو عجبتك القصة وحابب تسمع أكتر عن حكايات غامضة زي دي، ولو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في التعليقات وإن شاء الله هعملها الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.